أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله أخوتي الأعزاز، هذه الآية تستحق التأمل والتدبر، لأن فيها واحد الحكمة عظيمة جدا. شوف، قوم لوط كانوا كيقول أخرجوا آل لوط من قريتكم. علاش؟ لأنهم كيطهروا. قوة انغماسهم في الفساد وانغماسهم في المنكرات والمحرمات، ولاو حتى الطهارة ما كيحبوش شي حاجة سميتها الطهارة والنقاء. وكذلك داكشي اللي كيوقع معنا حنايا بالضبط في هذا الزمان هذا. الانسان يعني كتلقاه اللي منغمس في الفساد، منغمس في المحرمات، غالبا ما كيحبش الطهارة، ما كيحبش النقاء. الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات. سبحان الله. هادشي علاش غالبا كتلقى الانسان اللي غير صالح خارج من الطريق كيكون مفسد. سبحان الله، كيدي وحده متبرجه وكيتزوج بوحده متبرجه، تقريبا نقولوا فاسده بحاله. يعني خارج الطريق، ما كيختارش ديك الزوجه النقيه التقيه المحجبه. والعكس صحيح، كتلقى الانسان اللي طاهر وهادي وكيتقي الله كيختار الزوجه النقيه الصالحه. القران اخوتي العزاز فيه كل شيء. القران فيه كل شيء، اقسم بالله القران فيه كل شيء. القران كيعلمنا كل شيء. القرآن فيه الحكم وفيه العبر وفيه القصص ديال الأنبياء كنتعلموا منه، فيه بزاف ديال الحوايج. سبحان الله. الإنسان يعني بخلاصة، الخبيث ما كيشوف غير الخبيثة بحاله، الطيب ما كيشوف غير الطيب بحاله. والإنسان اللي كينغمس في الحرام بزاف راه مصيبة. كيولي حتى الإيمان والرفعة وذكر الله والتقرب من الله، هادشي هذا ما كيوليش يبقى يحمله. كيبغي يبعد من شي طريق اللي كيديه للفساد. الطريق اللي كيديه لذكر الله والتقرب من الله عز وجل ما كيبقيش يحمله. علاش؟ بكثرة الفساد القلب ديالو كيرجع ميت والعياذ بالله. يعني رد البال باش ما توصل لديك المرحله اللي قال فيهم الله عز وجل كلا بران على قلوبهم. اياك انك توصل لهذه المرحله هذه. هذا الشيء هذا خطير جدا، بخصوص في هذا الزمان هذا. الانسان اللي كيصبر في هذا الزمان هذا واللي كيتقرب من الله عنده واحد الاجر مضاعف 50 مره داك في العهد الصحابه اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ في ديك العهد هذاك ما كانش الفتن اللي كاينين دابا. دابا كاين الفتن بزاف، وكاين المعاصي بزاف، وكاين التبرج والفساد بجميع انواعه. فحاول اخي العزيز، اختي العزيزه، انك تتقرب من الله عز وجل بذكر الله. كثر من ذكر الله، كثر من استغفار. الله عز وجل كيقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله كيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أسأل الله العظيم أن يحفظكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة الناجي الأخير، وأحبكم في الله. ولا تنسوا مشاركة المقطع مع من تحبون. وتحياتي لكم ودمتم سالمين. السلام عليكم.